أنصار الحديث والسنة يرفضون ما تتحدثون به، فماذا تقولون في ذلك؟ هم الذين يفتعلون الخلاف، وفي الحقيقة لا يوجد خلاف. بل نختلف معكم فيما تذهبون إليه من إطلاق حرية العقل في كل شيء. أليس العقل والمنطق هما الطريق إلى الإيمان بالدين وفهم أحكامه؟ هما كذلك، والله سبحانه وتعالى طالبنا بإعمال العقل وفرض علينا التدبر والتفكير وأثابنا عليه. هذا ما نفعله نحن أصحاب الكلام كما تسموننا، فلماذا تتهموننا بأننا أصحاب بدعة؟ نخالفكم في المدى الذي يذهب إليه العقل، ونرى أنه عاجز عن الوصول إلى كل ما يتصل بذات الله وصفاته وحكمته في قضائه. أنتم بهذا تضعون قيودا على العقل وتخالفون ما أمر الله به من التفكر والتدبر. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وكل ما يتصل بذاته أشياء لا يمكن للفكر مهما بلغ اجتهاده أن يصل إليها، ومنها مسائل القضاء والقدر والجبر والاختيار، وما ترددونه حول القرآن كلام الله، وهل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ تريدون منا أن نستبعد الحديث عن مسائل بذاتها لمجرد أن الفكر يعجز عن فهمها؟ أليس هذا العجز داعيا لأعمال الفكر في هذه المسائل حتى نكشف أسرارها؟ علينا أن نفكر فيما تستطيع العقول أن تستوعبه، وألا نتجاوز ما لا تقدر عليه العقول. أنت تناقض نفسك يا شافعي، تريد إعمال العقل وإبطال العقل في نفس الوقت. التفكير في مسائل لا يستطيع الفكر فهمها يؤدي إلى اضطراب العقول وإثارة الشكوك. هذا ما يدعيه أنصار الاتباع والتقليد. لو أن لهذه المسائل ضرورة أو أن لها نفعا يتصل بالدين أو الدنيا لكان لكم بحثها، ولكن أي نفع يعود للمسلم في معرفة ما إذا كان القرآن مخلوقا أو غير مخلوق، أو في كيفية استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه؟ النفع في العلم ذاته، نريد أن ندرك ما يغيب عن أذهاننا ولا نتركه مجهولا. فلتعرفوه من القرآن الكريم والسنة المطهرة. ما جاء القرآن الكريم ولا السنة المطهرة بإجابات لما نريد معرفته. ما سكتنا عنه اسكتوا عنه، لو كان فيه نفع أو خير ما ترددنا في قبوله. هل جاءنا أن أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوائل قد تحدث في المسائل التي تناقشونها؟ لماذا إذن لا نفعل مثلهم ونسكت عنها؟ يقولون هكذا وجدنا آباءنا يفعلون، ونحن نريد الابتكار والتجديد. جاءوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل سرق، فسأله عمر: ما دفعك إلى ذلك؟ فقال الرجل: قضاء الله وقدره. فقطع عمر يده وضربه 80 جلدة، وقال: القطع للسرقة والجلد للكذب على الله تعالى. هذا موقف الصحابة من بعض المسائل التي تخوضون فيها. جميل جميل، هذا حوار يمتع الفكر والعقل. أحسبنا بحاجة إلى مجالس عديدة لمتابعته واستكماله. تستطيعون الانصراف الآن على أن نتابع الحوار في وقت لاحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأيك يا ابن حنبل؟ قلت ما عندي يا أمير المؤمنين، وليس لدي ما أقوله بعد ذلك. فليأذن لنا أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله. لا أظن أني سأحضر مجلس أمير المؤمنين عندما يحدد موعدا. لماذا يا بشر؟
نحن بحاجة لوجودك معنا. ما يشغلك يا بشر؟ ما يشغلني هو البحث عن زوجتي وابنتي. لن أرتاح حتى أعثر عليهما. يا بشر، أنا أعرف مكانهما، وبوسعي أن أرشدك إليهما. أو تعرفهما؟ أجل، مسلمة وأمها. وأين هما؟ في داري. لم يجد غير دارك ليقيم فيها؟ سل ابنتك وأمها عما حدث. أردت أن تخضعني لآرائك فأخذتهما أسيرتين عندك. هذا ما قدرت عليه. سأذهب إلى أمير المؤمنين ليأخذك بالعقاب الواجب. لا تتعجل الأمور يا بشر، الأنسب أن تذهب معي لتعرف ما حدث لهما. تفضل. ألقى بنا صاحب الدار في الطريق، فما وجدنا مكانا نأوي إليه، حتى أخذتنا زوجة الشافعي إلى داره. لو كان يعلم من أنتما ما فعلها. بل صرحناه يا أبي قبل أن نجيء الدار بأننا أهل بشر. ما الذي دفعك إلى هذا برغم الخصومة التي بيننا؟ وجدتها فرصة لكي ترغمني على التسليم بصحة ما تجادل فيه. يعلم الله أنني ما قصدت إلا وجهه. لا يصح يا بشر أن يكون هذا موقفك بعدما فعل. أولى بك أن تشكره. شكرا على ما فعلت مهما كان القصد من ورائه. هذيلة، أعد حاجاتك وحاجات ابنتك لنذهب إلى دارنا القديمة لنقيم فيها. لك أن تصحب زوجتك حيث تريد، ولكن مسلمة لها شأن آخر. وما شأنها الآخر؟ مسلمة تزوجت. تزوجت؟ كيف تزوجت بدون أمر وليها؟ هل أفتيتها في ذلك؟ كنت غائبا، لا نعرف مكانك ولا موعد عودتك، وإذا غاب الولي جاز لغيره أن يقوم مقامه. ومن هو الزوج الذي اخترته لها دون رأي وليها؟ تزوجت ولدي عثمان. ابنك؟ أما وجدت غير ابنتي تزوجها ولدك؟ انفضح التآمر. ولكن هذا الزواج باطل وغير شرعي. بل هو زواج صحيح مستوف شروطه الشرعية. أية شروط؟ كيف تزوج ابنتي دون علمي؟ ما أنا الذي زوجتها، ولكنه القاضي، بعد أن تحقق أن الزوج كفء لها وأنه أعطاها مهر المثل. انهض يا مسلمة، لن يفلح تدبيرك يا شافعي. هيا بنا يا هذيلة. عليها أن تنتظر زوجها يا بشر، إنه يعود من السوق قبيل الغروب. زوجها؟ شاركتهم في التآمر يا هذيلة. قلت لك انهضي يا مسلمة. عفوا يا أبي، لا أترك الدار حتى أستأذن زوجي. هذا زواج باطل لا قيمة له. ألا تنتظر مقابلة زوجها لتعرف أحواله؟ فربما وافقت على هذا الزواج. مهما تكن أحواله، يكفيه أنه ابن الشافعي الذي نصبني العداء منذ رأيته في مجلس الرشيد، الشافعي الذي أغرى الخلفاء بمطاردتي. ما حاربت شخصك يا بشر، ولكني حاربت أفكارك التي تشكك في عقيدة الإيمان. نحن عدوان لا نتفق، فكيف تزوج ابنتي ولدك؟ هذا لن يكون. هب أننا مختلفان، فلماذا نورث الخلاف لأولادنا وأحفادنا؟ مسلمة تنتظر طفلا، ستصبح جدا يا بشر. لا شيء يوقفني عن فسخ هذا الزواج الباطل. سأذهب إلى زوجها وأطلب طلاقها، أو أذهب إلى القاضي وأطلب منه فسخ هذا الزواج. لو أنك تعترض على شخص استمعت لك، ولكن الاعتراض على خلافك مع أبي في الرأي. لا جدوى من الحديث.
فلن أتراجع. أنت لا تعرف ما فعل أبوك. أعرف أنكما تختلفان حول بعض المسائل، لست أوافق أبي أو أعارضه في موضوعات الخلاف بينكما، وليست لي دراية كافية بأمور الدين. اهتمامي كما ترى بشؤون التجارة. ما جئت للحوار والمناقشة. عليك أن تطلق ابنتي. وما ذنبي؟ وما ذنبها؟ وما ذنب الوليد الذي ننتظره؟ ألا تعرف أن الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله عز وجل؟ إذن أنت مصمم على المكابرة، ولكن هذا لا يجدي. لا بديل عن الطلاق. لو أنك مصمم على طلبه وافقتك على شرط واحد. كم تطلب من المال ثمنا لطلاق ابنتي؟ أعوذ بالله، لا أطلب مالا، ولكني أطلق ابنتك لو طلبت هي ذلك مني. سوف تطلب الطلاق وتصر عليه، فابنتي لا تخالفني. السلام عليكم. وعليكم السلام. طرست لك الأثواب كما طلبت، سوف تعطيني زيادة في الثمن. أبي، أعطيه الأثواب واطلبي منه أن يطلقك. يطلقني؟ ما فعل شيئا يستوجب هذا الطلب؟ اطلبي منه أن يطلقك يا مسلمة. لا أطلب، إنني أحب زوجي وأخاف على وليدي أن يفترق أبواه قبل أن يولد. ألم يعلمك حموك الشافعي أن طاعة الأب واجبة؟ واجبة فيما يرضي الله، أما ما لا يرضيه فلا طاعة له. لن تكون ابنتي إذا خالفتني. أتبرأ منك حتى نهاية العمر. بالله عليك يا أبي لا يأخذك العناد، لا تدع خلافك مع الشافعي يهدم حياتنا. هذا كل ما عندك يا مسلمة؟ حسنا، انتهى ما بيني وبينك، انتهى ما بيني وبينك. هون عليك يا بشر، نحن أصحاب العقل والمنطق الذي يجد حلا لكل المشكلات. فاجأت ابنتي حين رفضت طلب الطلاق وأصرت على البقاء مع زوجها. ربما كان ذلك إشفاقا منها على الوليد الذي تنتظره. أكثر ما يؤلمني أنني شرحت لها موقف الشافعي فوجدتها تؤيده في آرائه وتخالفنا. ضللها الشافعي، ضللها بأفكاره ثم زوجها بولده. الرأي عندي أن ترفع الأمر إلى القاضي ليفسخ هذا الزواج. أنت ولي الفتاة ولك الحق في الاعتراض. ما أظن القاضي يستجيب إلا أن يكون الزوج غير كفء لها أو يكون مهرها أقل من مثيلاتها، وليس الأمر كما فهمت على هذا النحو، أليس كذلك؟ ما الأمر يا فضل؟ أقرأ على وجهك الحزن والانكسار. لا أعرف ما أقول يا أمير المؤمنين. انهزم الجيش الذي أرسلناه لإخضاع ثورة إبراهيم المهدي، فانضم أغلب الجند إليه وبايعوه بالخلافة بعدما خلعني عنها، أليس كذلك؟ لن يكون الأمر كذلك يا أمير المؤمنين. سنقوم بإعداد جيش لنعيد الأمور إلى نصابها. كان الناس يهللون فرحا عندما توليت أنا الخلافة، أما الآن فيتحرقون شوقا لإبعادي عنها. لقد أغضبهم أن تعهد بولاية العهد إلى علي بن موسى، فهم يرفضون أن يخرج الأمر من العباسيين إلى العلويين. أردت أن أكافئ العلويين الذين ناصروا الخلافة العباسية، فعهدت بولاية العهد لواحد منهم، وهذا ما أثار سخط الكثيرين منهم، فهم لا يريدون أن تبتعد الخلافة عن العباسيين. الناس كالعواصف تنطلق بحماس وتغير اتجاهاتها وبسرعة. لا تقلق يا أمير المؤمنين، سنقوم بإعداد جيش قادر على إخماد ثورة إبراهيم المهدي.
صارعت أخي الأمين على الخلافة حتى قتل، والآن أصارع عمي عليها حتى يقتلني أو أقتله. ماذا تكون هذه الخلافة؟ كم يطول بقائي فيها؟ إنها لا تساوي قطرة دم واحدة تسيل من أجلها. لا أظنك يا أمير المؤمنين تتخاذل في الدفاع عن حقك. نحشد الجيوش ونزهق الأرواح ونقتل الناس دفاعا عن الخلافة. أين الحق فيما أفعل؟ لا تشغل بالك يا أمير المؤمنين، سأتدبر أنا الأمر بنفسي. سأوقع بخاتم الخلافة على رسائل أرسل بها إلى مختلف الأقطار ليرسلوا إلينا جنودا أخمد بهم ثورة إبراهيم المهدي. لا تفعل شيء حتى أنتهي من تدبر الأمر. يا أمير المؤمنين، إبراهيم المهدي يسيطر على الكوفة والمدائن ويتقدم بجيشه في اتجاه بغداد. ماذا ننتظر؟ أننتظر أن يستولي على الخلافة؟ أماه أنا لا تهمني الخلافة حتى أدافع عنها. وإذا كنت لا تهتم بها فلما قتلت أخاك حتى تصل إليها؟ ما أنا الذي قتلت الأمين يا أماه، قتل رغما عني. يا حسرتاه، يا حسرتاه على ما فعلت وما تفعل حتى اليوم. الآن أريد أن أستمتع بوقتي، اتركيني بين أوراقي وكتبي. وتترك الخلافة؟ تترك الخلافة لقمة سائغة في يد عمك إبراهيم المهدي؟ أما كان أولى لك أن تتركها لأخيك؟ ليس بوسعنا أن نعيد ما كان، ولكن بوسعنا أن نصحح ما سيكون. حسبتك ترتاحين لذهاب الخلافة عني. لا تشمت الأم في ولدها مهما فعل. ولدك، أنا ولدك. كم اشتقت أن أسمع منك هذه الكلمة وتنطقي بها. لا أرضى لك الاستسلام ولا التخاذل يا ولدي. عد يا مأمون إلى قصرك واجمع أعوانك وصالح أنصارك ووحد جيشك لمواجهة الثائرين عليك. أفعل ما تطلبين، ولكن أتفعلين ما أطلبه منك؟ وما هذا الذي تطلبه؟ تعودين معي إلى القصر وتأخذين مكانك كأم للخليفة. بعدما ذقت حلاوة الخلوة ونعمة الزهد لا أستبدل بهما شيئا آخر. عد يا ولدي إلى قصرك وسأكون دوما إلى جانبك بالرجاء والدعاء. عاد الصراع على الحكم مرة أخرى وسالت دماء المسلمين بغير حق. ربما كان في ذلك ما يتفق مع هواك. هواي أن تسود الفتنة وتنتشر الفوضى؟ ما قصدت ذلك، ولكنني أعرف أنك لا ترتاح لخلافة المأمون لأن أمه فارسية وأنت تخاف سيطرة الفرس على الخلافة. يا ابن حنبل، في مذهبي متى تولى الخلافة رجل بحق أو بغصب وبايعه الناس ألزمتهم البيعة ووجبت عليهم الطاعة، وصار الخروج عليه فتنة تصيب العامة والخاصة. كأنك ترى إبراهيم المهدي خارجا على الجماعة. لا أشك في ذلك، وإني لا أدعو الله أن يستقر الأمر للمأمون صاحب الحق في الخلافة، وأن ينتهي هذا الاقتتال الذي لن يستفيد منه إلا أعداء الإسلام. هات ما عندك من أخبار طيبة. هي طيبة بالفعل. أقرأها على وجهك قبل أن تنطق بها. انهزم جيش إبراهيم المهدي وفر هاربا. الحمد لله،
وأعوانه المقربون وقعوا في أيدينا ينتظرون حكمك فيهم. إن شئت ضربنا أعناقهم. خدعهم إبراهيم المهدي وغرر بهم. ابحثوا عنه وأتوني به، فهو المستحق للعقاب. نجده إن شاء الله، ولكن ماذا عن أعوانه؟ إنهم يلتمسون العفو. لا أسمع لفظ العفو حتى يأخذني الشوق إليه. الرأي ما تراه يا أمير المؤمنين، ولكني أخشى أن التزامك العفو أن يشجع الخارجين عليك، فإن نجحوا نالوا ما يطلبون، وإن أخفقوا ضمنوا العفو. كلامك فيه بعض الحق، ولكن الحق كل الحق في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بالله عليك يا ليث، إذا كان عندك ما يخالف مالكا في شيء فلا تجهر به في نفسك. يا بويطي، ما قلت شيئا يخالف مالكا في درس اليوم. قلت إنك تحرم أكل الجراد الميت. يا أخي، لاحظت أن الجراد القادم إلينا من الغرب يحمل مرضا ينقله إلى الناس فأعلنت تحريمه. الإمام مالك لا يحرم أكله، وكذلك أبو حنيفة وكل الصحابة والتابعين، ولكني وجدت فيه الضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام يا بويطي. ما كنت أحب لك أن تخالف مالكا في شيء. يا أخي، كنت أخالفه في حياته رحمه الله فلم يعارضني، كذلك ابن عبد الحكم الذي يرأس مذهب مالك في مصر لم يهاجمني. يا ليث، اختلف الأمر بعد أن جاء فتيان وأبو عمرو، إنهما لا يقبلان خروجا على مالك في شيء ويتوعدان من يخرج عليه. أعرف أنهما شديد التعصب، ولكني ما تعودت أن أغير رأيي، فليفعل ما يقدران عليه. يا أخي، سوف يثيران الناس ضدك من خلال ما قلت، وأنت تعرف الناس الآن يعانون القحط والجد، وعندما تحرم عليهم أكل الجراد سوف يعطي هذا الفرصة لأعدائك لكي يثيرون الناس ضدك. يا بويطي، إنما أحرمه تجنبا للضرر الذي يصيبهم. أما عن تخفيف المعاناة للناس فأنت تعرف أنني لا أدخر وسعا من أجل هذا. أعرف أنك تطعم كل يوم 300 مسكين. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولكني أريد أن أطعم بعد كل صلاة 300 مسكين. فلتفعل، فالناس في أشد الحاجة للمعاونة. سأفعل ذلك إن شاء الله قبل أن أسافر إلى الإسكندرية. سوف أفتح بساتين للناس يأخذون منها ما يشاءون. أتنوي السفر أيضا هذا العام؟ أنا لا أطيق حر الفسطة صيفا يا بويطي، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومتى تزمع السفر إن شاء الله؟ عندما أنتهي من تجهيز سفينة تحملني ومعي كتبي. تأخذ الكتب معك؟ نعم يا بويطي، فأنا في بعض الأحيان أحب أن أراجعها وأحب أيضا أن أصوبها. يا أخي، ألا تجد في هذا مشقة عليك، كما أن هذا قد يعرض الكتب للتلف؟ لا يا أخي، أنا أحب أن أحافظ على كتبي، أحب أن أحملها معي إلى أي مكان أذهب إليه. فقد حدث منذ أعوام أن اختلفت مع الوالي فهدم داري 3 مرات وتلفت الكتب، فآليت على نفسي أن أخذها معي إلى أي مكان. لله ضرك يا ليث، أنت نمط من العلماء فريد في فكرك وعلمك وأفعالك أيضا. ما الذي جاء بك في هذا الوقت يا سالم؟ جئتك بخبر يهمك. تفضل.
لن تبقى كلمة واحدة في كتاب واحد تنال من الإمام مالك. لا أفهم ما تعني. أنت تعرف أن كتب الليث مليئة بالأفكار التي تخالف الإمام مالك. أنا أخشى أن تنسخ هذه الكتب فتنتشر هذه الآراء بين الناس وتقودهم إلى الخروج على شريعة الله. أدركت الآن يا سالم أن كل ما يقوله الإمام مالك حق؟ أدركت يا صديقي، أدركت. بعد أن خدعني وغرر بي الليث، ولكن كل ما آمل فيه الآن هو إتلاف هذه الكتب وضحط هذه الأفكار. لكن لو فعلنا ذلك ألقى بنا الوالي في السجن. لن يعرف الوالي أو غيره شيئا مما نفعله. الكتب كلها وضعها الليث في السفينة التي سيبحر بها غدا إلى الإسكندرية. وكيف لنا أن نهاجم هذه السفينة؟ ليس في السفينة شيء إلا المتاع والكتب. أما الليث فسيصل إلى السفينة ليبحر بها بعد صلاة الفجر. هذه هي الفرصة. أدركت ما تعني يا سالم، أدركت. لو نأتي الليلة بغواص ليخرق السفينة غرقت في قاع النهر، ولو أتلفت هذه الكتب ولن ينال منا شيء أو أحد. نتناول في هذا اللقاء مثالا من الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية المطهرة. فقد جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الأضحية بعد 3 أيام، فقال: ادخروا ل3 وتصدقوا بما بقي. ثم جاءنا بعد ذلك حديث نبوي آخر يقول ما معناه: ادخروا وتصدقوا كما تشاءون. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث الأول قال ما معناه: إن الناس في ذلك الوقت كانت في شدة وضيق، فالإطعام والصدقة واجبة. ونفهم من ذلك أن الحديث الأخير نسخ الحديث الأول. ذلك احتمال، والاحتمال الآخر أنه لا نسخ وأن الحديثين قائمان، فإذا كانت هناك شدة أو ضيق أخذنا بالحديث الأول، وإذا لم يكن هناك شدة أو ضيق أكلنا وادخرنا وتصدقنا كما نشاء، كما هو في الحديث الثاني. بارك الله فيك يا إمام، ونفعنا الله في علمك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نلتقي في الغد إن شاء الله. السلام عليكم. أحسنت يا شافعي، أحسنت. بارك الله فيك يا أخي. أشعر بأننا قد تلاقينا من قبل. من أنت؟ من كان له مثل عقلك لا يحتاج لمن يذكره. ابن عبد الحكم. هو ابن عبد الحكم. أهلا بك يا أخي. وهذا ولدي محمد. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل اجلس. محمد كان طفلا يحبو عندما رأيته آخر مرة في المدينة المنورة، ثم يخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. تستشهد بآيات من كتاب الله؟
الحمد لله. ويحفظ كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا ولدي. أتذكر آخر مرة رأيتك فيها في حلقة الإمام مالك قبل أن تسافر إلى بغداد؟ رحم الله الإمام مالكا، كم تعلمنا منه الكثير. كيف حالك؟ وما الذي جاء بك هنا إلى بغداد؟ جئتها زائرا وأعود إلى مصر. مصر؟ تركت المدينة المنورة؟ بعد أن مات الإمام مالك ذهبت إلى مصر وأقمت فيها. صارت لأبي مشيخة المالكية في مصر بعد وفاة الإمام أشهب. أحسب أن مشيخة المالكية في العراق صارت لك يا شافعي. ما كان أحد أقرب لمالك منك. أنا لا أجحد فضل شيخي مالك، ولكني أتفق معه في أشياء وأختلف في أشياء أخرى، ولذلك آثرت أن يكون لي مذهبي. كيف تختلف معه يا إمام؟ كان الليث بن سعد يختلف معه في العديد من المسائل. أتذكر يا ابن عبد الحكم؟ وكنت أحيانا تميل إلى رأي الليث وتخالف شيخك مالكا. الليث بن سعد له فقه مميز، وهو وسط بين أصحاب الرأي وأصحاب الأثر، وأنا أرتاح إلى ذلك. ما أخبر الليث؟ وكيف حاله؟ فقهه معروف بمصر، وتلاميذه يتحدثون بعلمه بين الناس، ومنهم أبو يعقوب البويطي. ولكن أعداءه يحسدونه ويدبرون له المكائد. كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. لا يزال الشعر يستهويك يا شافعي كلما تجد المناسبة. هيا إلى داري نستكمل حديثنا هناك. إنما نرحل غدا إلى مصر يا شافعي. لقد جئت إلى بغداد أحمل رسالة من والي مصر إلى الخليفة المأمون، وأعود بعدما انتهت المهمة. ألا تستهويك الإقامة هنا في بغداد؟ ليتني أستطيع، ولكن الحال في مصر لا يبعث على الاطمئنان. لماذا؟ الخلافات بين القبائل على أشدها، والوالي يطلب الإمداد من الخليفة. وفيما يختلفون؟ القيسية تناصر الأمين، والكلبية تناصر المأمون. ولكن الأمين قتل وصار الأمر للمأمون. القيسية ترفض بيعته وترى إسناد الأمر لموسى ولد الأمين. هذه الفتنة لا مكان لها، فالخلافة لمن ولي الأمر وبايعه المسلمون. السري بن الحكم قائد جيش الخلافة. أمرك سيدي الوالي. أنت يا سري قائد جيش الخلافة الذي أرسله المأمون إلى مصر؟ أجل سيدي الوالي. عليك أن تحسم الأمر في الخلاف السائد بين القبائل. إنهم يتقاتلون حول من تسند إليه الخلافة، بعضهم يؤيد المأمون وبعضهم يعارضه. الخلافة بالفعل للمأمون، وعليك أن تأخذ البيعة له. أجل، ولكن القيسية يطالبون بالخلافة لموسى بن الأمين. السيف يجبرهم على بيعة المأمون. حسن، أفعل ما أستطيع يا مولاي. بل تستطيع، وإذا لم تكن قادرا على حسم الأمر أبلغت المأمون ليبعث بقائد غيرك لجنود الخلافة. لا يا سيدي الوالي، أنا أقدر وأقدر، ولكني أحتاج معاونتك. ليس تحت إمرتي جند أعاونك بهم. عندي من الجند ما يكفي وزيادة، ولكني أخشى عدم إطاعتهم لأوامري. إنهم ملتزمون بالطاعة في كل ما تأمر به. سيدي الوالي، لقد جمعت رؤساء الجند خارج مقر الولاية، فهل يتفضل سيدي الوالي بإبلاغهم بضرورة إطاعة أوامري؟ هذا أمر مفترض. أجل مفترض يا سيدي، ولكنه يحتاج إلى تأكيد. ما الذي تطلبه يا سري بالتحديد لتعرض مبايعة المأمون؟
بعض الجنود معي من المصريين ربما يترددون في ذلك. أريد من سيدي الوالي أن يتكرم بإبلاغهم بضرورة إطاعة أوامره، وذلك في كل الظروف والأحوال. أهذا كل ما تطلب؟ يا حاجب. سيد الوالي، أين جابر قائد جند مصر؟ أنا هنا سيد الوالي. جئت في وقتك. اسمع ما سأقوله لك. السري قائد جيش الخلافة صاحب الرأي الأوحد، ولا يعلو على رأيه رأي آخر. الأمر لك يا سيد الوالي. سيدي الوالي، ينفذون أوامري في كل الظروف والأحوال. في كل الظروف والأحوال. رفضت الإقرار بخلافتي، وما رعيت القرابة التي بيننا، ودعوت لنفسك بالخلافة يا إبراهيم المهدي. خدعني من حولي يا أمير المؤمنين وزينوا لي ما فعلت. أقول هذا بعد أن وقعت في يدي وانصرف الناس عنك. قدر الله وما شاء فعل. قدر الله لا حيلة فيه، ولكن ماذا تقول في ذنبك أنت؟ ما الذي تستحقه من عقاب؟ العفو أقرب للتقوى، وقد جعلك الله فوق كل ذنب، وجعل كل ذنب دونك، فإن تعاقب فبحقك، وإن تعفو فبفضلك. بل أعفو. أطلقوا قيوده وردوه إلى داره، وإياك أن تعود لمثلها ثانية. شكر لمولاي، شكر لمولاي. علم الناس حبي للعفو لتقربوا إلي بالذنوب، فلا معنى لعقوبة بعد القدرة. الرأي ما تراه يا أمير المؤمنين، ولكني أخاف عفوك أن يشجع الخارجين على الخلافة. ما عاد أحد يخرج عليها. قبائل القيسية في مصر ما زالت تثير القلاقل. لقد بعثنا السري ابن الحكم إلى والي مصر، وأحسبهما يتعاونان لضبط الأمور. ما الذي فعلته يا سري مع الرافضين لبيعة المأمون؟ الرافضون للبيعة ليسوا فقط من يجهرون بالرفض، هناك من يحاربون المأمون سرا ويظهرون خلاف ما يبطنون. هؤلاء هم الأخطر، وعليك أن تتعرف عليهم ثم تلقي بهم في السجن. تتبعتهم سيدي الوالي، وكلهم الآن في قبضتي عدا واحد فقط، واحد له شأن كبير يحاول إثارة الفتنة من وراء ستار. من يكون هذا الرافض لخلافة المأمون؟ أنت يا سليمان، أنت.